بصوا انا دلوقتي لسه نازله من التوك توك. احنا في شارع المتبع في المنيب. انا رايحه عند اختي مع بعض كده بقى. طبعا انا ماشيه انا وعيالي. ايوه دي العماره بتاعتها. وده ابن اختي نازل ياخدني. ازيك يا دودو؟ الحمد لله. احنا دلوقتي طالعين لها في الاسانسير. ماما عامله ايه؟ طبعا انتوا عارفين ان انا جايه عند اختي بقى، فلازم يكون فيها اكل. والنهارده الفري بتاعي انتوا عارفين انا جبت العيل التالت، وبعد العيل التالت وكده الوزن زاد جدا، فببتدي اقلل في الوزن بتاعي. فالنهارده ان شاء الله انا رايحه عندها. السلام عليكم. ودلوقتي انا عندها، فهي النهارده عزماني بقى على شويه سندوتشات كده وحاجات، عشان بالنسبه للنهارده الفري بتاعي. ودول عيالي هم قاعدين، تمارا وعمر وانس، ودي لوجي. وطبعا انا لازم هقول لكم احنا هناكل ايه، بس هرجع لكم تاني. بصوا دلوقتي احنا رجعنا لكم تاني، وفي اكل كتير. انا كنت المفروض متفقه معاها على كبده اللي هي برده، تمام؟ فانا لاقيه دلوقتي حاجات كتيره. ممكن تسمعينا وتقولي لنا بتعملي ايه؟ عامله لكم ستريبس بالرده وكبده بالرده ورز ريزو ورز ريزو. معرفش ايه هو ده بصراحه. رز ريزو انا ما جربتوش قبل كده. والكول سلو. وايه ده؟ ده ستريبس. هو ده الستريبس. هو ده الستريبس اللي هي قالت منه ده دلوقتي. والكبده بالرده. فين الكبده؟ لسه ايه لسه هتقليها. هي بتذنبنا طبعا، بما ان النهارده الفري فهي بتذنبنا. تمام. وفي السلطات بتاعتك اللي هتقولي لنا عليها. ها؟ كول سلو سلطه الطحينه. كورسلو دي سلطه الطحينه بس، مفيش توميه، مفيش زباديه، مفيش اي حاجه. تمام كده. انتوا عارفين ان انا دلوقتي عند اختي، وانا جبت لكم في الفيديو ان انا عند اختي. طبعا رحت كالعاده لقيتها لسه ما بتعملش الاكل، فقالت لي شمري وخشي ايه على البوتاجاز. واديني تبلت معاها الكبده اهو، وبنقليها مع بعض. وهي نسينا نقول لكم في الفيديو اللي فات ان هي عملت لنا كفته، وعملت لنا ستريبس، وعملت لنا كبده بالرده، وعملت لنا رز ريزو. تعالى معايا كده يا دوده، ابن اختي اللي بيصور معايا. ها، وهنرجع لكم تاني بقى واحنا عاملين السفره كلها على الاكل. يلا بصوا احنا دلوقتي هنكمل بقيه الفيديو الاولاني، عشان الفيديو طبعا كان طويل معانا وما كملناش. برضو احنا لسه في المطبخ ما طلعناش من عند اختي. برضو انا لسه بقلي الكبده، بس فاض معايا شويه كبده مش هينفعوا يتقلوا، فاحنا طبعا مش هنرميهم لان هما بس ايه كبده مش خفيفه قوي ومتقطعه. فانا هعملها ايه، هعملها في طاسه زي ما انتم شايفين كده. ابن اختي حط الطاسه على البوتاجاز. هات شويه زيت يا محمد. هعملها، احط شويه توم في الطاسه. خليكم معايا. عايزه حبه قد ايه؟ حط شويه، حط شويه كمان. ده انا حطيت كتير. حط. بس دلوقتي احنا حاطين التوم في الطاسه، وهنبتدي نقلب ايه في التوم اللي على الطاسه دي، عشان طبعا مش هنرمي الكبده اللي احنا قلنا اتبهدلت معانا دي. فهنقول لكم انا هعمل فيها ايه دلوقتي. هنستخدمها استخدام حلو، سندوتشات بقى وكده. في فينو ما بحبوش. انا كل ده يا ولاد انا مش في مطبخي، انا عند اختي. خلي بالك عشان بيفرطش. لون الكبده فاتح ازاي ده؟ عشان لا احط لها فيجيتار، لا اما احط لها شويه دقيق. طبعا التتبيله مش انا اللي متبلاها، اختي. فلو حابين تعرفوا التتبيله ممكن هي تقول لكم التتبيله ايه. ممكن تقول لنا متبلاها ازاي يا ام محمد؟ ام محمد ايه؟ سمعينا صوتك. في ايه؟ متبله الكبده دي ازاي؟ عادي. شايفين شرايح الكبده؟ شايفين لونها عامل ازاي؟ عادي متبلاها ملح وفلفل اسود وثوم وليمونتين كبار
بس كفايه. توابل. وحبه كمون طبعا، وسنه كزبره، بس كده. ما بحبش احط فيها تمام. حطي ايدك هنرجع بس للطاسه اللي مع حمودي دي، اللي احنا قلنا هنستخدم فيها الكبده، مش هنرميها. انا مش هحط اي حاجه على الكبده اللي هي حطاها دي، غير اني بس هطش التومه دي بشويه كزبره صغيرين عشان هو انت تفتحها. بتحطيها بعيدي بقى عشان ما يطرطش. هي جايبه لي كمان قرنين فلفل. انا عايزه اقول لكم يا جماعه، ده انا قلبت امسك كده. بص بقى التوم. بصوا التومه، انا رحت اسلم على ابو محمد يا فهبتدي احط زي ما قلت لكم كده شويه الكزبره بسرعه بسرعه، وهنزل عليهم بالكبده. اوعى. زي ما انتم شايفين لازم النار تبقى عاليه. طبعا انتوا شايفين ابو محمد بيسرق مننا الاكل واحنا حاطينه. استنى اجيب لك حته طيب عشان تمسكها. هنا الحته فوقي الحته. يا ام محمد عايزين طبق تاني وعايزين مناديل. امسكي خطوه. عشان الزيت كمان. حاضر. ايدك بس، ايدك والزيت. محمد اصغر شيف في العالم. بس هي الكبده اللي معانا دي خلاص كده خلصت، بس انا هضطر اقطع عليها قرنين فلفل عشان انا بحب الحاجه حراقه. وهنرجع لكم تاني واحنا على ترابيزه السفره. شايفه التوم بتاعي؟ هبدا معاكم دلوقتي. احنا خلصنا الاكل كله. هي طبعا اختي اللي عاملانا، ما عملتش حاجه. هو المفروض اهو يا جماعه، انتوا شايفين دي الكبده اللي انا عملتها قدامكم جوه، وكفته وكبده برده واسبريسو، وده رز اسمه ايه يا هبه؟ وده رز ريزو بالصوص بتاعه، ودي سلطه كروسلو، ودي سلطه طحينه. وانتوا عارفين طبعا بقيه الاكل، فانا هناكل وهقول لكم ايه رايي في الاكل ده كله.